الجو بارد يبقى هنعمل ايه؟ اكيد مفيش غير شوربة العدس هي اللي هتهون علينا الجو البارد والجو الساقع اللي احنا عايشين فيه والتلج بتاع اليومين دول. ده غير طبعا فوائدها اللي ما تتعدش، وان احنا نقدر نحط فيها خضار كتير جدا ليه فايدة عالية ونعلي من قيمتها الغذائية، لان الولاد ساعات مش بيرضوا ياخدوا الخضار ياكلوه كده، فاحنا ممكن نحطها في وسطه علشان نعلي القيمة الغذائية ليه وياكلوها ويستفادوا بيها، وكمان بتخلي طعمها احلى من الطعم المعتاد. يلا بينا نعمل شوربة العدس باسهل وابسط مكونات زي ما اتعودنا مع بعض، هي كده كده ما فيهاش اي مكونات معقدة. انا معايا هنا 250 جرام من العدس، 250 جرام يعني ربع كيلو. وعندي الخضار اللي انا هحط جزر وطماطم وبصل متقطعين زي ما انتوا شايفين كده وفصين توم. عايزه تزودي وتحطي حاجات تانية ممكن تحطي كوسه، ممكن تحطي اي حاجه انت بتحبيها. هنحط كمان البهارات بتاعتنا اللي انا هستخدمها: فلفل اسمر وكمون وملح. هنجيب بقى الحله اللي احنا هنستخدمها هنا وهنزل بيها بكميه العدس كلها. العدس هنا مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة، من نص ساعة لساعة على حسب ما انتي بقى عايزة تعملي امتى او بدأتي تعملي امتى. بعد كده هنزل بالخضار برضو كله، وهنا بقى هحط كمية مية. لازم كمية المية اللي انا هستخدمها هنا تبقى عالية عن سطح الخضار وعن سطح كل الحاجات دي كلها، لان احنا بنعمل شوربة عدس لازم تبقى خفيفة شوية عن العدس بالشعرية والحاجات التانية. وكده الحلة بقت جاهزة معايا، ويلا بينا نرفعها على النار. هسيبها بقى على النار لحد ما تستوي خالص وكل المكونات اللي معايا تستوي خالص وتبقى طرية، وما انا اجي اجسها بايديا كده احس ان كل حاجة فيها بقت طرية. هنا انا اختبرتهم بس لقيتها عايزة تكة كمان فسبتها على النار شوية كمان. بصوا هنا بقى كانت اتظبطت وكل حاجة فيها استوت وبقت طرية، علشان لما اجي اضربها في الخلاط كل حاجة تبقى مندمجة مع بعض كده وما يبقاش فيها اي تكتلات. اضربيها ضربة كويسة كده محترمة في الخلاط، وكده هيبقى عندك احلى شوربة عدس انتي ممكن تدوقيها وممكن تعمليها. هاجي بقى في نفس الحلة اللي انا كنت عاملة فيها شوربة العدس حطيت فيها معلقتين سمنة محترمين كده وفي حدود بصلاية كبيرة. قلبي بقى البصل ده كله مع بعض. انا زودت شويه بصل هنا كمان على فكره، ده البصل اللي احنا مفرزينه مع بعض عشان ما تقولوش ما بيبقى فيه ميه بيبقى فيه حاجات، لا البصل ده بيساعدني كتير قوي بيختصر لي الوقت. قلبي بقى البصل ده كده لحد ما لونه يغمق زي ما انتوا شايفين كده، ويلا بينا بقى ننزل بشوربه العدس. الريحه بقى هنا يا جماعه ما اقولكوش، ولا كانك بتسلقي لحمه. نديها تقلبتين كده ونسيبها هي غلوة واحدة بس مع بعض مع البصل، وهتبقى جاهزة معاكي على الأكل على طول. شايفين القوام بتاعها؟ هو ده القوام المطلوب. هاتي بقى حاجة غويطة اللي انتي ناوية تغرفي فيها، ويلا بينا ننزل بشوربة العدس. والله يا جماعة أكلة في قمة الروعة وطعمها تحفة وبتدفي في الشتاء، وكمان قيمتها الغذائية عالية جدا جدا جدا. شايفين بقى الطعامة والحلاوة؟ شايفين الجمال؟ ما اقولكوش على الطعم غير لما تجربوه. في ناس بقى بتحب تعملها فتة عدس. انا هنا بقى جبت في حدود مثلا رغيفين او واحد على حسب الكمية اللي انت عايزاها، وقطعتهم بالمقص وحطيتهم في معلقة سمنة ودخلتهم الفرن لحد ما بقى مقرمش معايا كده، ونزلت بيه بقى على شوربة العدس. وحطيت على الوش كده في حدود قطعتين سمنة وشوية كمون، ودي بقى في حتة تانية خالص. انا بالنسبه لي شوربه العدس دي مقبلات، فتة العدس بقى هي الوجبه التمام اللي تخليكي كمان شبعانه منها ومبسوطه منها. وبس كده.